ازيك يا باشمهندس كرولوس، اخبارك؟ بدأت في النافيز وركس. بدأت قول لي ايه الاخبار؟ يعني طبعا هو يعني لسه الموضوع بالنسبه لي حاسس انه مبهم شويه. لان تمام. انا مرتبط في كذا حاجه. اول حاجه يعني انا عملت التمبلت مم. في ان انا ممكن اطلع كونكريت دايمنشن. عملت تمام. المكتب عندي، جبت الفريم اللي هو بتاع الكاد وعملت له اللي هو على الاوتوكاد اللي هو يونتلس، ودخلته على الريفت. فبقيت عامل فايل كامل فيه معماري انشائي وشوب دروينج في فايل واحد، في تمبلت واحد. تمام. بس انا طبعا في الفيديو بتاعت حضرتك انا شايف ان حضرتك مقسمه معماري ومقسمه انشائي. فانا مش عارف يعني هل اللي انا عامله ده هيفرق في حاجه ولا لا. لا، مش ده هيفرق في اول حاجه. حاجه. بس هي عمليه نظام. يعني طب انت حضرتك يعني طبعا بواقع خبرتك، يعني طبعا مم. انا لا، قول لي معاك. يعني احنا يفضل ان انا اعمل يعني هو ما فيش حد هيشتغل على الفايل ده غيري. يعني الفايل انا معايا المشروع انا باخده من اي تو زد. هل لا، يفضل ان انا الافضل دايما ارسم المعماري لوحده وارسم الانشاء لوحده وركبهم لينكات مع بعض، ما ترسمش الاثنين مهم. في نفس الموضوع، لان ده بيسبب مشاكل كتير. غير كمان ان هو ما بيخلكش قادر تعمل كنترول كويس على المشروع. يعني الافضل دايما، انا بقول كده، لا الافضل ان انا ابقى عامل الاركتكتشر لوحده وعامل الاستراكشر لوحده ومدخل لينكات، مم. عامل كنترول. انا عادي جدا ان انا اكون بقفل لو عايز اعدل حاجه معينه، اقفل اللينك وافتح اروح مظبط الموديل اهو. زي ما باشمهندس مثلا بيقول لك الموديل هيبقى تقيل جدا طبعا، هيسبب لك مشاكل قدام، ممكن ما تبقاش قادر تعمل كنترول كويس قوي على الموديل. لو حابب حد يخش معاك في نص المشروع برضه هتحس ان الدنيا بقت صعبه قوي. فلما بنبص لها من كل النواحي، عارف الكلام ده مثلا لو فيلا، هقول لك يا عم خلصها. يعني مم. لو فيلا هقول لك. ده غير كمان ان احنا في بعض الحاجات تلاقي الفيو ظابط ومره الفيو مش ظابط، ومره ده خدت السكشن ظهر معاك كاميرا، مره مش ظهر معاك كاميرا، وتقعد تلف حوالين نفسك. مم. فانا بفضل دايما عمليه اللينكات، يعني باي حال من الاحوال بفضل عمليه اللينكات، لان انا ببقى شايف ان هي مور بروفيشنال وكمان مور اكيوريت بقى، ان انت متاكد ان كل حاجه دي هروح افتح اللينك فبعمل بروجرس كبير، بحيث ان الموضوع يكون متحافظ عليه. في الاول وفي الاخر يا جماعه، اللعبه لعبه نظام. صدقوني اللعبه لعبه نظام. حتى في شغلنا اللعبه لعبه نظام، حتى حياتنا اللعبه لعبه نظام. اللي بيصحى في ميعاد ثابت وبينام في ميعاد ثابت هتلاقي البرودكتيفيتي بتاعته اعلى من اي شخص تاني. اللي مرتب يومه وعارف هو الساعه كذا بيعمل ايه والساعه كذا بيعمل ايه، هتلاقي ان هو بيوصل. مع ان ممكن انت تكون بتعمل برضه بتعمل مجهود، ولكن في الاول وفي الاخر انت مش منظم، فحاسس ان الدنيا رايحه منك، وبتحس ان انت عملت مجهود كبير جدا، وفي الاخر لا، انت ما عملتش اي حاجه، هو انت بس مش منظم، مش اكتر ولا اقل. فالريفت او ان انت لما بتشتغل وبتحكم الدنيا وبتصعب الدنيا عليك علشان ابقى كنترول للموضوع مش اكتر. فاهم قصدي الفكره. يعني مثلا انا معظم الشغل بتاعنا شغل المكاتب، حضرتك فاهم طبعا، شغل رخص. فانا اه. مثلا انا جاي لي رخصه دلوقتي، انا عملتها وظبطتها. فدلوقتي الراجل يتكلم مثلا ان هو عايز ينفذ، تعالى اشرف لي على التنفيذ. فانا امم. مثلا انا الفايل اللي انا كنت عامله ده كنت حاطط فيه معماري وانشائي، وكنت حلو. حاصل فيه الحديد. حلو. فدلوقتي هم مثلا بيتكلموا معايا في المكتب، تقدر تجيب لنا كميات الحديد او كميات الخرسانات؟ فانا رحت ايه، في بلجن كده اوتو ديسك منزلها اسمها كوانتيتيز، اللي هي الروم بوك دي، مش عارف حضرتك. اه. دخلت عليها تك تك كوانتيفيكيشن. تك، طلعت لهم كل الداتا وانا قاعد، يعني ما خدتش 10 دقايق. حلو. ف حلو جدا. يعني فانا عادي، ممكن تطلع ده وتطلع دوت، وتطلع ده وتطلع ده وتطلع الداتا بتاع ده وتطلع الداتا بتاع ده، وتقسم الدنيا. معلش، نوعا ما زي ما قلت لك، لو انت شغال والمشروع صغير قوي ماشي، لكن لو انت الموضوع هيكبر منك مش هينفع باي حال من الاحوال. مم. تمام. يعني مش هينفع، وهتبقى الموضوع لودد ومش هيبقى افضل حاجه يعني. ومش صح، يعني انت في الاول وفي الاخر لما المشروع هيكبر هيبقى فلوسه اكتر، فالصح ان انت تجيب معماري، فاهم؟ او تجيب حد شغال معماري يعني بس. لا هو جاي لي معماري جاهز، انا مجرد برسمه لان يعني عشان يعني شايف الدنيا المعماري راكب مع ماشي. الانشائي خلاص. بس. يعني انا مجرد رسم يعني للبلان اللي قدامي. اه، فاهمك. مم.